أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي اللي احنا جايين نتكلم عشانه هو موضوع مهم، وهو الموضوع ده في صورة سؤال مهم جدا لازم تحطه في دماغك وانت بتشتغل. فأنا بقى بكلم مين المرة دي؟ أنا بكلم المخرج بس. الحلقة دي مخصصة للمخرجين. طيب، دلوقتي انت بتحضر لتصوير البروجكت بتاعك ايا كان نوع البروجكت ده. انت مثلا عايز تعمل ميوزك فيديو، او عايز تعمل فيلم، او عايز تعمل اعلان، او عايز تعمل اي نوع من انواع البروجكتس اللي بيداخل فيها الفيديو تصوير عامة، يعني حسب اللي انت عايزه، حسب الستايل او فورمات البروجكت اللي انت شغال عليه. ففي سؤال لازم تحطه في دماغك في مرحلة التحضير. انا بقولها تاني اهو، مرحلة التحضير لازم تحط السؤال ده في دماغك. هل انت عايزه الشغل بتاعك يكون اقرب للواقع ولا خيالي شوية، من ناحية التصوير، من ناحية المكان، من ناحية تنفيذ المشهد عامة؟ انتوا عايزه يتنفذ ازاي؟ طيب خليني اقولك على شوية حاجات تساعدك في انك تقدر تجاوب على السؤال المجعلص ده. الاجابة عنه عامة لو انت هتجاوب عنه بحكم ان انت مثلا قدامك دلوقتي بروجكت ومحتاس فيه في الكلام اللي انا بقوله ده، الإجابة على السؤال بيوضح فكرة السؤال نفسه. يعني ايه يا أحمد؟ أنا هقولك دلوقتي. لنفرض مثلا أنت عايز تصور في شقة مفروشة تحت أي مسمى، مثلا إن ده البيت بتاع البطل مثلا، أو بيت حد من الأبطال، أو عايز تعمل مشهد فيه لمة عيلة بقى، بيرجع لأيا كان المشهد اللي انت عايز تصوره في البيت المفروش اللي انت محتاجه ده. طيب انت دلوقتي هتصور فين؟ طيب، هل انت معاك فلوس مثلا ممكن تأجر بيت من اللي هو بيتأجر تصوير باليوم او بالساعة؟ هل انت عايز ده؟ ولا ممكن لو ما معاكش فلوس ممكن تصور في بيتك انت، او تشوف حد من صحابك البيت عنده فاضي تقدر تصور فيه ساعتين تلاتة كده، مش مشكلة. هي بتختلف لان دي بقى موجهة لكل الفئات الانتاجية. الانتاج اللي هو ما في الصفر خالص، نو بادجت، لو بادجت بقى، او اللي هم الناس المهنيين يعني، او اللي هم يعني معاهم فلوس يقدروا ان هم ينتجوا. تمام، فده سؤال موجه للكل. فاللي هو مثلا انت عايز تصور فين؟ معاك فلوس تقدر تأجر، ولا تتصرف انت حالك؟ فاهم؟ ده يعني مثال على فكرة انك تكون واقعي او خيالي في تصويرك مثلا. او ان انت حاجة كمان برضو نسيت اذكرها، معلش. انت عايز بقى، طيب ما عندكش، ما تقدرش ده ولا ده مثلا، او مش عايز لا ده ولا ده، عايز تأجر جوه بلاتو، في بلاتوهات تصوير فيها شقق، ممكن تصور جوه شقة منهم على انها بيت مفروش عايز تصور فيه لأي غرض كان زي ما ذكرت من شوية. طب بلاش دي، خليني اسألك سؤال تاني خالص، يعني على اساس برضو ان انا اساعدك في انك تفهم الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك اكتر. انت عايز دلوقتي تصور مشهد في عربية، وعندك تصور للمشهد اللي فيه العربية على اساس انها تناسب الشخصية. ممكن تبقى مشهد حوار، مشهد مطاردة، يعني ايا كان نوعية المشهد، مشهد حادثة، بس هتجيبه بطريقة ايه؟ اللي هو تحط افكت صوت الفرملة وهم بس يدوا كام رياكشن كده ان هم يعني محتاسين، والدركسيون خارج عن السيطرة في ايديه، يعني عن سيطرتهم يعني، او مفيش فرامل. الحاجات دي يعني اللي هي بيجيب من جوه خلاص. هتجيب بقى العربية منين، او هتجيب عربية ازاي؟ هل انت مثلا عندك فلوس تأجر عربية، ولا هتشوف عربيتك او عربية اي حد تصور فيها؟ عربية اي حد بقى من صحابك او من اللي هم معاك في الفيلم. فاهم؟ وفي كمان اسئلة تانية كتير بتدور في ذهن المخرجين الكبار بقى، على اساس ان هم بيشتغلوا في حاجة مهنية اكتر. سؤال زي مثلا ايه؟
انا عايز اصور بره مصر والسيناريو مكتوب لي ان المشاهد اللي هتتصور مكانها مثلا في اليونان. اروح بقى اليونان فعلا اصور هناك، ولا اروح اي بلد تانية في حدود اوروبا اصور فيها على انها برضو اليونان؟ وده حصل فعلا. يعني في مثلا في 2014 كان في مسلسل بدون ذكر اسمه، المسلسل ده كانوا بيقولوا والمشاهد اللي فيه بتقول يعني ان هما في اليونان، وهو الحقيقة التصوير ما تمش في اليونان، ده تم في تركيا. واللي بان من ده في شوية حاجات بانت ان هو كان في تركيا. الناس نفسها كان في اعلان من الاعلانات الموجودة في الشوارع ظهرت مكتوب كلام بالتركي وكده. وفي مثلا زي فيلم كيرة والجن. كيرة والجن كان في مشاهد اتصورت على انهم كانوا في لندن، على انهم في لندن يعني بحسب المكتوب في السيناريو، ولكن التصوير كان فعليا كان في بلد تانية خالص، كان في المجر، ومتصور في المجر وفي حتت معينة شبيهة لحتت في لندن على اساس ان هم في لندن بجد. طيب في مشاهد بقى المناطق الشعبية كمان، ده بقى من ضمن الأسئلة اللي المخرجين الكبار ممكن يتساءلوها يعني أو بتدور في دماغهم. يروح منطقة شعبية بجد يصور فيها، يعني مثلا يروح الأبجية، يروح مثلا الطلبية مثلا، أو يروح نزلة السمان يصور هناك، ولا يروح في وحدات التصوير يصور في وحدات تصوير عندهم اللي هي الحي الشعبي، اللي هو الحي الشعبي والحارات، يصور هناك. طيب في بقى السؤال ده بقى سؤال، ده بقى انا حطه عن قصد عشان احكي لكم عنه شويه. انا لو هعمل مشهد انفجار مثلا اعمله بجد ولا اعمله جرافيكس ولا اخلط ما بين الاتنين؟ ده بقى بالذات اقوى مثال على كده فيلم تانت. كريستوفر نولان اتكلم في حديث صحفي، او في حديث اعلامي كمان عامه، اتكلم عن مشهد انفجار طياره، وان المشهد كان حقيقي فعلا. فاتكلموا معاه وسألوه، قالوا له ايه قصة الطيارة وايه الحكاية، فهو حكى لهم حكاية بسيطة ببساطة، وهو برضو عنده عقلية المنتج فهو اتكلم من كذا ناحية. ببساطة هو اتفق مع هيئة الطيران ومع شركة الطيران ان في ايرباص عايز ياخد ايرباص من الايرباص اللي هي خلاص يعني اتهلكت وخلاص ما تنفعش بقى الاستخدام خالص، يعني بس لصموها كده على انها تتحرك لها حركتين على الارض، اللي هو العجل وكده يعني لما يطلع قدام او يرجع لورا وكده، ونفذوا منها مشهد الانفجار. منها يتخلصوا من الطيارة ويساعدوا الهيئة والشركة الطيران ان هم يتخلصوا من الايرباص. ومنها برضو كمان، ودي بقى اللي قالها كريستوفر نولان، انه عايز يوصل المشهد بتاع الانفجار ده بأدق التفاصيل وبأكتر صورة واقعية ممكنة. قالك بقى ايه؟ قالك انا لما حسبتها لقيت ان انا لو كنت عملتها في الجرافيكس هتكلفني كتير، مش زي مثلا التكاليف اللي لما عملت انفجار الطيارة فعليا كلفني اقل من التكلفة اللي كانت ممكن تتحط في السي جي اي لو كان ده اتعمل سي جي اي. فانا حبيت اعمل ده عشان خاطر اكون واقعي اكتر، واكون حاسبها صح من ناحية تنفيذ المشهد، من الجانب الانتاجي ومن الجانب الابداعي. طيب في غيره طبعا من الاسئلة كتير اللي ممكن بتدور في ذهن المخرجين. اهم اجابة في الكلام ده كله هو ان الموضوع في ايدك انت لو عايز تعمل حاجة واقعية لنظر الجمهور، ولا عايز تعمل لهم حاجة كده خيال جرافيكس بقى او الكلام ده، او عايز مثلا تعملها حاجة افتراضية اللي هو انت ايه بتصور في حتة على انها حتة تانية وانت اصلا في حتة تالتة ملهاش دعوة خالص. يعني زي مثلا ايه، عايز تروح تصور في لبنان، بس طبعا لبنان مليانة بالازمات، طبعا ربنا طبعا يطلعهم منها على خير يعني وربنا يعني يا رب يقويهم. عايز مثلا اصور في لبنان بس طبعا عشان المشاكل اللي فيها مثلا، فانا هستبدلها بدولة تانية على انها لبنان، اروح مثلا الاردن مثلا. فانا هل ممكن ابقى كده خيالي فيها او افتراضي فيها، ولا اكون واقعي واصور في قلب لبنان؟ فاهم؟
بس. ففي الاول وفي الاخر الموضوع بيرجع لك انت ولفكرك، وبترجع لوجهة نظرك، مش بس على المستوى الاخراجي، على المستوى الانتاجي. بما ان اي مخرج في الدنيا لازم يكون عنده عقلية انتاجية ولو بنسبة 4%، لانك هتقارن كمان على المستوى المادي وهتفرق قد ايه. وده يعني وطبعا هو الانتاج هو الكل في الكل، يعني هو اللي بيحسب اكتر. بس انت ليك تعاملات اكيد مع الانتاج، طبعا ليك تعاملات معاهم و... والمنتج كمان طبيعي جدا ان هو برضو ممكن هو كمان يحسب ده اكتر منك، لان من ناحيته هيبص لها على ايه، الاوفر. لان المنتج بيقتصد برضو، زي ما هو بيصرف زي ما هو برضو بيقتصد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك، احمد مصطفى. انا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.